مساء الفل. مبروك لكل الزملكاويه المحترمين. هم لعبوا ماتش كويس وهم كانوا يستحقوا ان هم يكسبوا فعلا. وهارد لك لكل الاهلاويه. ومش هقول لك بقى احنا كان عندنا غيابات لا انا ما عمري ما بتكلم في الموضوع ده. والاهلي بمن حضر، ولو كنا كسبنا كنا هاريناك، كانت الدنيا مطرت عليكم. الاهلي بمن حضر، بس احنا لو بنتكلم تشكيل قصاد تشكيل، لا انتوا الزملكاويه يستحقوا يكسبوا، بغض النظر عن ان هتقولي بقى الاجوان فيها دربكه ومش لا معلش، التوفيق بيجي للمجتهد. عموما انا مش هتكلم على الماتش، بس هتكلم على كام لقطه كده نزلت بعد الماتش. يلا بينا. اول لقطه طبعا اغماء كهروب يعني اغماء كهروب، يعني تحسوا في ايه يا كهرب، في ايه يا حبيبي؟ هو انت سقطت ثانويه عامه؟ هو ايه اللي انت ماء عادي ما حدش كلمك، وبعدين فجأة واحدة قررت ان يغمى؟ ايه اللي حصل؟ يعني مفيش حق، عادي خسرنا، ايه المشكلة؟ هو ما تفهمش بقى، كان واقف ما بين اعمل ايه دلوقتي؟ يغمى عليا طيب عشان اصعب عليه؟ مغمى ليه يا حبيبي؟ بيغمى عليك ليه؟ البوست ده كان نزل امبارح كوميك على اللقطة تحسها نفس اللقطة ولا بتاع اعدام ميت والله. والواد عواد جري عليه عشان يلحقه ويقصص. في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ ضغطك وطي ليه؟ مالك؟ ماشي يا كابتن، ما فيش مشكله. تاني لقطه بقى، هو حبيبي يعني انا بحبه والله. شيكابالا بقى نزل الملعب بقى، اللي بقى اوعى بقى لنا سنين بنموت بقى، ونزل احتفل وجري وهتف. جرى يا شيكا، جرى يا شيكا، امال لو كنت بتلعب كنت عملت فينا ايه؟ والله ما اعرف. ده انا والله اول ما قالوا ان انت بره التشكيل انا ما اتفائلتش والله. وبعدين هنا في اللقطه دي بقى ايه شكله كان بيقولوا له بقى شفت يا كابتن شيكابالا لما انت ما لعبتش كسبنا والله. يا كابتن شيكابالا احنا بنحبك، ما تزعلنا، انت هتقعد تحتفل 3 سنين في ايه؟ كتير يحصل 9 في مصر. وماله يا كابتن؟ ما فيش مشكله عادي. كان امبارح انتشر كتير قوي فيديوهات بتاعت المشاهد وهم ايه بيخبوا الكوره وكده والله العظيم يعني ايه ده؟ شغل دورات رمضانيه بقى، ده شغل دورات بس والله دي يعني انا من الاهلاويه لا ولا اتحجج بالكلام ده، ولا اقول لك بقى ده عملوا، لا يا معلم صباح الفل، يا حصل خير يا باشا. بس هو كل اللي حضرني في اللقطه الجوره فين، الجوره فين، الجوره فين، الجوره في الجون. الجزيره احسن 9 بس يا سيدي ماشي، ما قلناش، ما حدش فتح بقه. الفيديو ده كان انتشر امبارح لمشجع زملكاوي كان قاعد وسط الاهلاويه بعد ما الزمالك دخل الجون التاني. يا حبيبي الواد خطير وخايف يحتفل، هيعمل ايه اللي وداك هناك؟ ايه اللي وداك هناك؟ ما كنت قعدت في مدرجاتكم. هيموت ويقلع طبعا، بس مناظر العيال اللي حواليه فاهم كئيبه، نازل عليهم غضب بقى فاهم. بس سكر. انت في ايه انت في ايه يا كابتن؟ انت ماشي معايا من اول الفيديو. عايز اتكلم بقى بعد كده على صور الاحتفالات اللي نزلت من اوضه اللبس على الانستغرام. والله لا في ايه يا في ايه يا جماعه؟ هتقولي يا اسلام وانت مالك يا اسلام؟ ما نحتفل، انت هتمنعنا من الاحتفال؟ يا سيدي احتفل، ايه المشكله؟ بس انت لا، احنا لم نعتاد على مثل هذا والله. ده الواد قفشه ده والله العظيم رحمنا، اقسم بالله والله العظيم جميل، اشيلهوله فوق راسي ليوم الدين. احتفل يا عم ولا يهمك يا عم، ومبروك يابا. والصوره دي حلوه، الصوره دي اعجبني يا باشا. ده انتوا زملكاويه جدا والله عجب، بس عادي ما قبليك عم كهروب الحبوب عملها وامام عبد الشرور عملها، فمن حقكم، انا مش متضايق، عادي يا ابوي، وفي بيتها ورايحه جايه يا ابوي. يا سيدي خلاص، يا سيدي خلاص، يا حد يلحقنا يا اخوانا. عايز اتكلم بعد كده على الكابتن شوبير امبارح. طبعا هو لا كان ولا على حامي ولا على بارد، مع ان مصطفى حبيبي هو لعب ماتش حلو وعمل اللي عليه جدا، والتوفيق وعدم التوفيق وخلاص. بس هو بقى ولا جايب بقى الخبير التحكيمي، ما فيش غير خبير واحد بس قاعد جوه هنا في المطبخ عندنا، يقول لك بقى البتاع والكوره وفاول ومفاجاه. ما فيش حاجه يا عم، يا عم الكوره جون، الكوره جون، والحكم كويس ومشى الماتش كويس. احنا عايزين ايه؟ انا مش واتكلم بعد كده على خلاص يا كابتن شوبير، حصل خير وخسرنا، ما بقاش احنا، ايوه احنا مش متعودين على الموضوع ده، بس حصل خير وعندنا ناس كبيره ما بتستحملش، بس خلاص ماتش وراح.
الجزيرة احسن تسعة فوز. ما خلاص يا كابتن، ما خلاص يا كابتن، كرهتني في الجزيرة أكتر ما بكرهه. وبعدين موديست فين؟ إزاي ما تجيبش سيرته؟ دي مقارنة غير عادلة. بعد 21 سنة. ده هنا بقى آخر حاجة كابتن أيمن يونس بقى. في لقطات كده والله العظيم. إيه اللقطات اللي في إيه يا كابتن أيمن؟ هو أنت مقدم على تأشيرة الحج، إيه اللي بعد 21 سنة؟ كسبت قضية الوقف، في إيه يا كابتن؟ بعد 21 سنة. مبروك يا كابتن ايمن. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. هو المفروض للي مش فاهم يعني ان المفروض الزمالك ما كسبش الاهلي في الدور الاول من 21 سنه، بس انا بشوف عادي. ما كان بيكسبوا في المواسم اللي كان بيكسبوا فيها في الدور الثاني، وده عادي يعني. ما ايه ما هو العكس صحيح يعني. انا شايف ان والتاني بيقول له مبروك يا كابتن. وهنطلع نشتري لك لبس الاحرام دلوقتي. في النهاية أنا عايز أقول لكل أصحابي الأهلاوية عادي، حصل خير، ماتش وخسرناه خلاص، مفيش مش نهاية الدنيا يعني. وبعدين ما يصعبوش عليك يا جدع يعني، ما تسيبهمش في مرة يفرحوا. إيه المشكلة ده؟ والله العظيم أصحابي الزملكاوية امبارح وشهم ورد. وبيقوموا يسلموا على بعض، فاهم؟ ليك شوقة. وبعدين في كمية زملكاوية ظهروا امبارح، هو دايما أنت بتبقاش عارفهم، يطلعوا يكسبوا من هنا على رأي واحد صاحبي، يشحنوا الباقة ام 10 وتلاقيهم غرقوا النت والله العظيم. فيفرحوا يا باشا، ومن حقهم يا باشا، والف مبروك. ومفيش مشاكل. مبروك يا باشا، كان ماتش حلو. وانا اتمنى باذن الله ان الدور الثاني يبقى حلو قوي في الدوري باذن الله، لان المنافسه فيها تبقى عاليه. وشكرا، سلام عليكم.